السلام عليكم. بيكون عندي محبس زي ده، طبعا قيم وغالي جدا. تمام. بتلاقي بعد فتره بيستعملوا جوانات مش حلوه، تيجي بعد فتره ايه تعبت معاك. بص تعبت، تبقى زي الحاجه المعتوته. شايف الناس يعرفوا تعبت بتوع الهدوم، يقول لك هي دي عدت الجوان، عدت او الهدوم بقى ايه دخلها عدت. شايف بص ادي الجوان متر مش حلو. بتلاقي المحبس جاب معاك ميه وخضار، بص كده جاب معاك ميه وخضار هنا كده. مهما اتقرت على الصاموله هتفوت منك الصاموله ومش هيمنع ميه، يبدا يجيب ميه برضه هنا كده. فبنشيل الكلام ده كله، بنجيب جوان بتاع موتور. تمام. وتفصل عليه زي كده. شايف تفصيله كانها بتاعت شركه بالظبط، بفضل ربنا كانها بتاعت شركه. يقوم يطبق على الوش هنا بتاع المحبس مع الوش التاني كده. شايف بتلاقي فيه فاصل، بص المنظر كده فيه فاصل اهو. شايف الفاصل ده؟ الفاصل ده معناه خلاص الوش بتاع شفه اللاكور التاني قفل على الشفه هنا كده. مجرد بقى ابسط ربطه خالص بسنه زيت بسيطه، وابسط ربطه بتلاقي نفسك عملت جوان جديد للمحبس. انك انت مهما تقرط عليه مش هيتقرط عليه، مش هيمسك معاك. بتجيب جوان تفصله كده. تمام. شايف فصله كده بسم الله كده نيم مكانه، وتيجي بالقصافه كده تدي احتياط طول سنه بسيطه لنفسك، احتياطي احتياطي طول بسيط، وشوف انت عايز قد ايه. تمام. ممكن تعمل كده. شايف بسم الله. شايف بسم الله حاجة بسيطة خالص. بسم الله. نموت الجوان كده مع بعضه. خلاص أصبح الجوان كده جاهز، تركب مع بعضه كده خلاص. تمام. أصبح أنت حيد محبسك، حيد محبسك خلاص. أصبح له 2 جوان زي الفل. الفكرة سهلة جدا وبسيطة جدا جدا، بس عايزة إيه؟ يكون معاك دايما جوان بتاع الموتور، جوان موتور. تمام. الحرفيه بفضل ربنا عز وجل في السباكه، الحرفيه انك انت تعرف تصلح الحاجه، مش اركب الحاجه. تركيب الحاجه سهل، نجيب ماسوره والزق الزق الزق، مش هي دي الحرفيه خالص. الحرفيه انك انت تعرف تتعامل مع الماده هنا دي وتعرف ايه مشكلتها وتعالجها. تمام. الحرفيه انك انت مش هتقعد تخالف 20 عيل، لا الحرفيه انك تعرف تربي عيل واحد يطلع محترم للمجتمع كله، هي دي الحرفيه. تمام. النهارده مثلا يعني عندي مشكله زي كده، برضه عايز اتكلم حاجه مهمه جدا بقى في الفيديو قبل ما في الفيديو. عندي بعض السباكين ربنا يصلح حالهم يا رب، يجي على بوكس كده مربع، يجي حاشر لك المحبس وحاشر لك الشيك بلف، واخد بالك ازاي، وباني عليهم ومربع ومحنبق ومسنبق ومداهن ومروق. والله ينور عليك يا معلم. طب النهارده المعلم ده واديك شايف مفيش حاجه لها ايه مدى. النهارده المحبس ده مثلا واخد بال سعادتك جاب جوان زي كده، اللي انت حضرتك دافنه وعامل نفسك ان انت عبقري العالم. لا انت جاهل للاسف الشديد. جاهل بايه بقى؟ جاهل بالمستقبل. جاهل بالمستقبل ان الجوان بتاعك ده بتاع المحبس بتاعك ده هيعد في يوم من الايام. تمام. هيعد في يوم من الايام وهينقط جوه البوكس. حلو. وحضرتك هتضطر تعمل جوان زي كده وهتفك المحبس. قول لي بقى فين الردود بتاعك وفين السوسته اللي هتعملها عشان تغير جوان محبس؟ هتعمل يا ترى تكسر يا تشتغل تحط مفك وتقعد تعجن المحبس بمفك عشان عامل فيها معلم وحاطط لي كل حاجه في بوكس. ده مش معلمه، ده جهل. انك انت ما تعملش حساب العميل بعد كده ان هو يقع في مشكله زي كده فرضا، يعني ده اسمه جهل. اسمه جهل ليه؟ لانك انت المفروض تيجي تركب الحاجه وتعرف بعد كده هتطلب منك ايه الحاجه دي. سواء شيك بلف، في شيك بلف جايب لك كورين زي كده، الشيك بلف ده برضو مع الوقت انت عايز تغيره. ليه يحصل في الشيك بلف؟ فين الشيك بلف حاجه؟ هيحصل في الشيك بلف بعد كده في المستقبل هيبوظ الشيك بلف. دوام الحال من المحال. الشيك بلف زي كده مثلا باظ في يوم من الايام، سواء السوسته او العادي او البوابه، اي شيك بلف بيبوظ. النهارده ساعتك لما كنت ساجدني الشغل حاطه في بوكس وقافل عليه ومتصور ما شاء الله انا عامل الشغل ده يا جماعه، والله ده انت ما شاء الله عليك تاخد جايزه جهل بجداره. انا مثل شغل زي كده استلم شغل، يقول لك استلم شغل ولا ما استلموش، كسر كل الشغل تاني واعمل لي مكان فيه كعان قايمه بسوسته
عشان يعمل حساب الراجل المسكين اللي يجي بعد منك، والعميل المسكين اللي وقع فيك. ان انت عايز ترسم شغل، لا، المفروض تعمل حسابك في المستقبل محبس زي كده هيتغير. نفترض في المستقبل الشركه غيرت السيستم بتاع محبسها وطولته شويه. نفترض الشركه عملت لك سن غير السن مثلا، وده حاصل. نفترض الشركه عملت سن، حركه كده خبيثه، عملت سن غير السن عشان لما تشتري تجيب محبس على بعضه. او عملت شغل جديد وساعتك دافين لي محبس جوه الحيطه بوصه ونص او بوصه او ثلاث ارباع جوه الحيطه، وعامل لي رسمه حلوه جميله جدا زي الفل، وعامل لي بوكس. يبقى انت كده اذيت نفسك بعدم الفكر، واذيت اللي بعد منك بعدم اللي يعرف يصلحها، واذيت اللي عامل لك اكسر له بيته. مش هكلم معاكم اكتر من كده. لكن يا جماعه اللي يركب حاجه مش هو اللي يرص، اللي يركب حاجه يعرف ازاي تتصلح بعد كده، يعرف ازاي اللي بعد منه هيقدر يتعامل مع الخمس دقايق. مش هطول عليكم، ربنا يصلحنا وحالكم ان شاء الله. النهار ابيض، وشغل النهارده كده مناول ان شاء الله هنعمله، هنصوره ان شاء الله باذن الله. ربنا يكفينا فيكم شر كل شر، وصلى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كتير. نهار ابيض، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.